يومنا النهاردة في جيكوس إلا ريد، أكبر متجر في شمال أوروبا، مساحته 44500 متر مربع، وفيه تقريبا 100,000 منتج من كل شيء أنت ممكن تتخيله. جيكوس إلا ريد أكبر متجر هنا في السويد أو شوبينج ستور، وفتح سنة 1963 وبيزوروا ناس من كل السويد تقريبا، يعني 5 مليون شخص، والمبيعات بتوصل ل 5.6 مليار كورونا في السنة. فهو المكان مشهور ان بيبيع حاجات رخيصة جدا. فتعالوا في فلوج النهارده نستكشف المكان مع بعض ونشوف الاسعار. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على التنفس الصناعي، تنفس صناعي يابا، اكسجين طبيعي. كمية بشر النهارده انا ما كنتش متوقع كل الناس دي تيجي في وسط الاسبوع. احنا جايين في وسط الاسبوع والدنيا زحمة جدا يعني. بصوا يا جماعة، لقيت هنا لقيت شامبوهات على الفيجرز بتاعت الكرتون، في ميكي ماوس، في شامبو باتمان، وكمان عندنا الشامبو بتاع سبايدر مان. سبايدر شوفوا بقى هنا قسم البرفانات الكوبي، وهنا عاملين برفانات كوبي بانواع مختلفه. لو بصينا للبرفان ده هنلاقي ان شبه برفان بص الاوريجينال. الحب جمع ما بين اتنين في قرية صغيرة في السويد اسمها إلا ريد. يوران كولسون ومارجريتا بيركلوند فتحوا محل ملابس سنة 1963 في الدور الأرضي في البيت عندهم. وباختصار المشروع اتطور وكبر مع السنين لحد ما جيكوس إلا ريد بقى مكان الناس بتجيله من جميع أنحاء السويد. ناخد شويه استراحه، الواحد يجي يركن من العربيه هنا، وفي كافيه الواحد ممكن يعمل فيه يشرب قهوه، ياخد استراحه من الشوبينج. بيقول لك يا كاميرا مان، المكان ده عمل ريكورد في يوم من الأيام في 2019. تخيل أكتر من 29,000 شخص زار المكان ده في يوم واحد. يعني مساحة المكان ده 44,000 متر مربع تقريبا. في 82 كاشير، تخيل. برضو المكان ده عمل ريكورد في يوم من الأيام في 2010، أطول طابور خارج المحل. يعني الناس كانت واقفة بره المحل، واقفين طابور طويل 2.5 كيلو، يعني شيء. بس ايه رأيك في الأسعار؟ أسعار حلوة ولا غالية؟ يعني برغم منافسة أسعار من محلات تانية، مازال الناس بتشتري من إلا ريد. السويديين بيعشقوا حاجة اسمها جيكوس إلا ريد، لدرجة إن كان في برنامج على التلفزيون بيتذاع من سنة 2009 ل 2021. هدوم تلاقي، أكل كلاب تلاقي، أكل قطط تلاقي، فيتامينات تحسنها تلاقي، عندك حاجات للعربيات برضو هتلاقيها، في أكل، في هدوم، في مطعم هنا بقى الناس ممكن تيجي تاكل. ممكن واحد يشرب قهوة، يتسوق، يلف شوية، يجي هنا تاني ياكل، يكمل لف، يقضي اليوم كله هنا في المكان. بجد الواحد يمشي هنا يتوه من كتر الزحمة، والمكان كبير جدا، فيه كل حاجة تقريبا. يعني الواحد مش محتاج يسوق من مكان تاني، ممكن يجي هنا ويجيب كل حاجة للبيت. فبالنسبة للأسعار، الأسعار يعني مش برخص التراب، يعني في حاجات برضو غالية شوية، لكن الواحد ممكن يوفر لو هيشتري كميات كبيرة. طيب خلصت جولتي في إلا ريد، جولة سريعة يعني 3 ساعات تقريبا. الواحد محتاج أكتر من يوم عشان يستكشف كل الحاجات اللي موجودة في المكان ده. ففي ناس بتيجي من مشاوير بعيدة جدا وبتتسوق بالألوفات عشان تتسوق للسنة كلها. الأسعار في إلا ريد أرخص من المحلات التانية، بس مش هتوفر كتير لو هتشتري حاجات قليلة، لأن طبعا هتدفع الفرق في تمن المشوار لو ساكن بعيد. في الأول والآخر جيكوس إلا ريد فسحة ظريفة لو حابين تغيروا جو، وفي نفس الوقت هتشتروا حاجات أرخص شوية. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، متنسوش لايك واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو تاني. سلام.